السلام عليكم ومرحبا بكم كامل في قناتي. فيديو اليوم خاص بحلويات العيد. حضرت لكم بنيون بريستيج يذوب في الفم بطريقة سهلة وتنجح من أول مرة إن شاء الله. كما راه قدامكم درت لكم نوعين من البنيون، يعني نفس المقادير نفس الذوق غير شكلين مختلفين. قبل ما نبداو ما تنسوش تصلوا على رسول الله. يلا نبداو مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا في ريسيبيون درت 2 كيسان تاع البسكوي المطحون، عندي نص كاس كاوكاو يكون محمص ومرحي يكون خشين، ونزيد نص كاس جوز الهند كذلك يكون محمص. عندي مغرفة كبيرة من الحليب البودرة، 2 مغارف كبار من الكاكاو من أحسن نوعية جيدة، رشة تاع الملح. نخلط كامل هذو المقادير مع بعض. هنايا نزيد 4 مغارف كبار تاع الزبدة تكون ذائبة كذلك باردة، مغرفة كبيرة من العسل، راح تمدلو طراوة وبنة. هنا راح نستعمل المربى، راح نلم العجينة بالمربى. أنا استعملت مربى الفراولة، يعني أحسن من مربى المشمش. هنا ندير بشوية ونخلط. هنا عاد تشكلت العجينة، راح نغلفها بالغلاف الشفاف ونخليها ترتاح. هنا عندي موز سيليكون وذوبة الشوكولاتة بالحليب، يعني مزت لها والو كيما راهي. راح ندهن المول، ندير الطبقة الأولى، هنا الشوكولا إذا جاتكم ثقيلة تقدروا تزيدوا لها شوية من الزيت. هكذا بعد ما كملت الطبقة الأولى راح ندخلها للمجمد. بعد ما نشفت الطبقة الأولى هنخرجها ونزيد الطبقة الثانية. راح نزيد ندخلها للمجمد باش تشد. هنا بعد ما خرجتها من المجمد راح نضيف الحشو. وهنايا ندير طبقة تكون رقيقة من الشوكولا. راح نعاود ندخلها للمجمد باش تشد لي الطبقة الفوقانية. هنا هاي بعد ما خرجتها من المجمد راح نحيهم، وحاولوا تنحوهم غير بالعقل،
يعني باش ما يتكسروا لكمش. شوفوا كيفاش جا الشكل ما شاء الله. هنا بالنسبة للشكل الثاني راح نشكل كريات يكونوا صغار، يعني كيما تحبوا تكبروا فيها تحبوا تصغروا. هنا بعد ما كملتهم كامل رايحة نقلاسيهم بالشوكولا، نستعمل شوكولا بالحليب. هنا بالنسبة للتزيين درت خطوط هكا بالشوكولا، تزيين اختياري يرجع ليكم. وهنايا بعد ما كملت الوصفة تاع اليوم كيما راكم تشوفوا حضرنا زوج انواع من البنيوان، يعني نفس الذوق نفس العجينة، الشكل فقط لي يختلف. يصدقوني جا روعة يذوب في الفم. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش توصلكم وصفاتي. خلوا لي رايكم في التعليقات. خليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.